فيلمنا بيبدأ مع إيما وتشارلي، اتنين حبوا بعض بسرعة وقرروا يتجوزوا، وكل حاجة بينهم كانت مثالية جدا. لكن قبل فرحهم بأسبوع كل حاجة اتشقلبت، وده حصل بعد ما تشارلي خدها وعرفها على أصحابه مايك ومراته ريتشل، وقضوا سهرة عادية جدا لحد ما قرروا يلعبوا كلهم لعبة شبه الصراحة، وسألوا سؤال واحد: قول لنا إيه هي أسوأ حاجة عملتها في حياتك؟ في الأول الموضوع كان هزار وضحك، لغاية ما جه الدور على إيما اللي جاوبت إجابة صدمت الكل وغيرت نظرة تشارلي عنها. وبعد ما كان فاكر إنه عارف عنها كل حاجة ولقى أخيرا شريكة حياته، اتفاجئ إنها واحدة غريبة عنه وما يعرفهاش كويس، وابتدى يسأل نفسه إزاي هقدر أكمل معاها بعد اللي سمعته. ونيجي بقى للبداية خالص، وبنشوف تشارلي وهو داخل لكافيه، وهناك بتلفت انتباهه بنت قاعدة لوحدها وبتقرا كتاب، وبيحاول يشوف طريقة يكلمها بيها، خصوصا انه ما عندوش خبرة في المسائل دي، فبيستغل انها قامت عشان تجيب طلبها، وبيصور الكتاب اللي كانت بتقراه واللي بعنوان الضرر، وبطريقة ما عنوانه بيخليها ينجذب بيها اكتر، فبيبحث وبياخد فكرة سريعة عنه، وبيقرر يعمل حركة كليشيه جدا، فبيروح لها وبيقول لها تصدق انا كمان بحب الكتاب ده جدا، وبيبتدي يكلمها عن انبهاره بيه، لكن ولا اي اندهاش ولا بتعبره، فبيتحرج وبيمشي لكن شوية وبيرجع لها وبيعتذر لها انه ضايقها وما كانش قصده يعاكسها. وقتها بتاخد بالها منه لما بتشيل السماعه وبتوضح له ان عندها مشكله وما بتسمعش بودانها اليمين، ومن غير ما بيستوعب بيفرح جدا، وساعتها بتديله فرصه يجرب حظه معاها من تاني ويقول لها نفس اللي قاله من شويه. صح، قبل ما اكمل لكم باقي الحكايه ما تنسوش ان اللي قدامكم ده انا محمد طاهر، بس انا خسيت الصراحه ولسه ما اتصورتش، فالمره الجايه هنزل لكم صورتي وانا خاسس، واللي قدامكم ده اكونت الانستجرام بتاعي، اعملوا لي فولو. بنرجع عند تشارلي وهو بيحكي لصاحبه مايك اول مقابله بينه وبين ايما اللي عدى عليها دلوقتي سنتين، وبيقول له ان هما الاثنين انجذبوا لبعض جدا وطلعوا ديت سوا. وهناك سالته عن رايه في نهايه الكتاب، وقالت له حاسه اني مش فاهماه قوي، فتوتر وحاول يجاريها ولما حس خلاص يعني اتحشر وهتقفشه، قال لها بصراحه انا ما قريتوش وعملت كل ده عشان اتعرف عليكي. وفي الاول اتضايقت لكنها كملت الديت معاه للاخر، وبيرجع يكمل كلامه مع صاحبه، وبنعرف انهم بيحضروا سوا لتفاصيل الفرح، ومايك بيساعده يكتب الكلام اللي هيقوله في خطابه ليها يوم الفرح، وبيستغل تشارلي العذر ده وبيفضفض له بكل مشاعره والتفاصيل اللي بتضايقه منها، وفي نفس الوقت بتجذبه ليها زي صوت ضحكتها، وبيوصف له انها ضحكه مميزه لكن في نفس الوقت مزعجه. والغريب انه بيضيف الجزء ده في الخطاب اللي هيقوله ليها، لكن مايك بينصحه ان بلاش احسن، بس بيكمل في كلامه وبيحكي له انها بطريقتها الغريبه كانت دايما بتعرف تحول اي مشكله او اي حاجه مضايقاه لحاجه مضحكه عشان تهون عليه. وبتقعد هي كمان مع ريتشل مرات مايك وصاحبتها عشان يساعدوها في تفاصيل الفرح، وبتحكي لهم حكايتها مع تشارلي من الاول، وبتفاجئهم انه حبها الاول، فبيتصدموا لان سنها 30 سنه دلوقتي يعني، فازاي ما حبتش وارتبطت قبل كده، فبتوضح لهم ان شكلها كان وحش ومحدش كان بيفكر يقرب منها. اما تشارلي فبيحكي المايك عن اول مره يعرض فيها الجواز على ايما، وساعتها قرب من ودنها اللي ما بتسمعش بيها غير بسيط، واعترف لها انه بيحبها ومش قادر يتخيل حياته من غيرها وعايز يتجوزها، لكن ما عندوش الجرأة انه يقول لها. لكن المضحك ان يومها ما سمعتش منه ولا كلمه. وقبل الفرح باسبوع بنشوفهم هما بيستعينوا بمدربه رقص بتساعدهم يتدربوا سوا على رقصه الفرح، بس ايما بتبقى شايفاها رقصه مثاليه زياده عن اللزوم، وبتشغل اغنيه عشوائيه تانية تناسبهم اكتر، والمدربه ما بتبقاش حابه عشوائيتها دي. ولما بيخرجوا من هناك ايما بتشتكي له منها انها عصبيه ومش بتبتسم حتى، وفجاه بيلمحوا بولين منسقه الاغاني اللي هتيجي في فرحهم وهي بتتعاطى ممنوعات. وبعدها بيروحوا مع ريتشل ومايك على الفندق عشان يتفقوا على الاكل، وبيحكوا لهم عن بولين وعن سلوكها، وبيتفقوا كلهم انهم لازم يشوفوا غيرها، لكن ايما ما بيكونش عندها مشكله، وبتشوف ان دي حريه شخصيه، خصوصا ان ما فيش وقت على الفرح. وبعد ما بينسقوا كل حاجه مع مسؤوله الاكل في الفندق، بيقرروا يستغلوا اللحظه ويكملوا السهره ويحتفلوا ويشربوا كحوليات. وايما بيخطر في بالها فكره مجنونه، وبتتفق مع تشارلي ان بعد الفرح يبقوا يروحوا سوا عند مطعمهم المفضل وياكلوا هناك زي ما المشاهير بيعملوا لما يفوزوا بالاوسكار، وما بيكونش متحمس قوي للفكره. وبيرجعوا يتكلموا تاني عن منسقه الاغاني، وساعتها ايما بتلاحظ ان مايك متشدد قوي في رايه عنها، فبتساله ليه بتتصرف وكانك ما عملتش حاجه غلط في حياتك ابدا. ومن هنا جت فكره اللعبه دي، وبتضغط مراته عليه انه يحكي لهم قصه الكلب. وبعد الحاح بيتفق معاهم انه يحكي لهم على شرط واحد، يردوا هم كمان على نفس السؤال ويحكي كل واحد فيهم ايه اسوأ حاجه عملها في حياته. وبعد ما بيوافقوا بيحكي لهم انه كان مرتبط ايام الكليه، وفي يوم عيد ميلادها كانوا ماشيين سوا فقابلوا كلب مسعور وهي حاولت تبعده عنها، فعضها وتصرف هو بكل رجوله وشهامه واتحمى فيها وساب الكلب يعضها. وبيقول لهم انه ما يقدرش ينسى اللي حصل ودي اسوأ حاجه عملها في حياته. اما ريتشل في الاول يعني برضه بتتردد تحكي، لكن بيشجعوها وبتحكي لهم ان وهي صغيره كان ساكن جنبهم ولد اصغر منها من ذوي القدرات الخاصه، وكان جاي عشان يلعب معاها وخدها المكان بايده غريب وما كانتش مرتاحه، فشافت الدولاب قدامها وتحدته انه يدخله، وساعتها حبسته وقفلت عليه وهربت وسابته لوحده هناك. ولما رجعت البيت ما جابتش سيره لحد باللي حصل،
وابوه لما جالها وسألها عنه خبت انها شافته من اساسه. وتاني يوم صحيت ولقت الشرطه بتدور عليه في كل مكان، ولقوه بعد ما سابته محبوس لوحده ليله كامله في مكان بعيد. فبيتصدموا وبيسالوا عليه، فبتكتفي انها تطمنهم انه عايش وما حصلوش حاجه. وقتها بتستغرب ايما من رد فعلها لكن ما بتحكمش عليها. اما هي فبتكمل كلامها وبتقول لهم ان رغم ان هو عارف ان هي اللي عملت فيه كده ما جالهاش ولا واجهها، فبيعرفوها انه اكيد خاف منها. وبيجي الدور على تشارلي عشان يعترف لهم بسره هو كمان، وبيعترف لهم ان أسوأ حاجه عملها في حياته انه لما كان في المدرسه اتنمر على ولد عن طريق النت بشكل قاسي جدا، لدرجه انه ساب المدرسه ومشي هو واهله وعزله من المكان كله. وبتسمع ايما اللي قاله لكن بتفضل ساكته وما بتحكمش عليه. وبيجي الدور عليها وبيشجعوها تحكي زيهم، وبيفتكروا ان تشارلي عارف سرها لكن بيقول لهم انه متحمس يعرف هو كمان. ووقتها بتعترف لهم بسر خطير جدا محدش فيهم يتوقعه ولا كان يتخيله حتى، وهي انها لما كانت في ثانوي كانت مخططه تعمل هجوم مسلح على المدرسه. في اللحظه دي تشارلي بيضحك وبيفتكرها بتهزر، بس بتكمل كلامها بكل جديه وبتحكي لهم انها كانت عندها 15 سنه وما كانتش في وعيها لانها كانت بتمر بفتره صعبه ومكتئبه، لدرجه انها قررت تاخد بندقيه ابوها وتروح بيها المدرسه. ومش بس كده، دي كانت بتتدرب وبتستعد على الهجوم لوحدها في الغابه. وفي مره وهي بتتدرب البندقيه ضربت منها بالغلط وجت قريب من ودنها، وللسبب ده حصل لها نزيف وبقت تسمع من ودن واحده. وهنا تشارلي بيتصدم لانها كانت مفهمه انها مولوده كده وطلعت مخبيه عنه كل ده. وفي الاخر بتقول لهم انها ما نفذتش اللي كانت ناويه عليه وعارفه انها كانت فكره مجنونه، لكن ده اللي جه في دماغها وقتها. وإيما بتبقى فاكرة إنها زي ما سمعت أسرارهم من غير ما تحكم عليهم هم كمان هيتقبلوا سرها بنفس الطريقة، لكن اللي حصل عكس كده تماما. ومرة واحدة ريتشل بتنفجر فيها وبتقلب عليها وبتقول لها إن بنت عمها قاعدة على كرسي متحرك بسبب حادثة كان فيها هجوم مسلح. أما تشارلي فكان لآخر ثانية مستنيها تضحك وتقول إنها كانت بتهزر لأنه كان فاكر إنها سكرانة أو بتألف قصة وخلاص. لكن أول ما بيفهم إن الموضوع حقيقي نظرته ليها بتتغير تماما وما بيقدرش يتقبل اللي سمعه. وقتها إيما بتتحرج جدا وبتلوم نفسها إنها شاركتهم سر زي ده وبتعتذر لهم كلهم، وبتحاول تبرر إنها كانت صغيرة وما كانتش بالنضج الكافي. لكن السهرة بتقلب نكد بسبب زعيق ريتشل عليها وبتقول لها إن مش معنى إنك كنت صغيرة ده يديك الحق إنك تفكري في شيء بشع زي ده. أما مايك وتشارلي بيحاولوا يهدوها وبتحاول إيما تشرح لها إنها كانت مكتئبة ومش بتفكر بشكل طبيعي. لكن في اللحظة دي كان الكل خلاص حكم عليها على إنها فكرت بس مجرد تفكير تعملها، ومحدش اهتم وفكر يسألها عن اكتئابها وليه عيلة صغيرة زيها تفكر بالطريقة دي. ولما بترجع مع تشارلي على البيت بتعتذر له إنها بوظت اليوم كله، لكن بيرفض حتى يتكلم معاها بحجة إنها سكرانة وبيطلب منها يأجلوا كلامهم لبعدين. وتاني يوم بيقعد مع نفسه وبيحس إنه في ضغط نفسي كبير، من ناحية المفروض ياخد موقف في علاقتهم ومن ناحية تانية بيحاول يقنع نفسه يعدي اللي حصل ويتعامل معاها على إن ما حصلش حاجة. لكن الصراع جواه ما بيهداش، وكل ما يحاول ينسى اللي قالته يرجع يرن في دماغه تاني، لحد ما بالصدفة عينه بتقع على صورة إيما وهي صغيرة، لكن بتحاول تداريها منه لأنها مش عايزاه يشوفها في الفترة اللي كانت كارهة نفسها وشكلها فيه. وفي نفس اليوم بيروح يتكلم مع مايك على اللي حصل ليلة امبارح وبيقوله دي مجنونة ومش دي البنت اللي وقع في حبها من النظرة الأولى. ما تبقاش على الفرح غير أيام معدودة وأهله على وشك يجوا من السفر، ده غير إنه دفع مبالغ كبيرة على تجهيزات الفرح وكأن كل حاجة بتجبره يكمل في الجوازة دي. ووقتها مايك بيهديه وبيقوله فداك أي حاجة، لكن أكيد يعني مش هتتجوز من واحدة مجنونة زيها، وبينصحها يبعد عنها في أسرع وقت ممكن، وهو كمان هيبلغ الشرطة ومعاها في أي قرار ياخده. وبيرجع تشارلي البيت عند إيما وبيقعدوا هما الاتنين عشان يتكلموا بهدوء، وساعتها بتعتذر له إنها دمرت ليلة امبارح وبتسأله دلوقتي كارهني مش كده؟ فبينكر وبيعرفها إنه بس مش قادر يستوعب لحد دلوقتي إن الموضوع بحقه حقيقي. فبتقوله أكيد يعني مش هخترع قصة زي دي عشان أحل القعدة، لكن بيلومها إنها حكت الحكاية دي قدامهم. فبتلفت انتباهه إنها كانت سكرانة وما كانش قصدها، وبتطلب منه ينسوا الليلة دي خالص وكأنها ما حصلتش. لكن تشارلي بيرفض وبيقول لها إنه لازم يفهم الأول إيه السبب اللي خلاها توصل لمرحلة إنها تفكر تعمل هجوم مسلح على مدرستها، بس بيبقى صعب عليها تجاوب. وبتطلب منه يأجلوا كلام في الموضوع ده، خصوصا إن وراهم حاجات كتير لازم يعملوها بخصوص تحضيرات الفرح. ولما بتحسه متوتر ومتردد بتسأله ده لو لسه طبعا عند رأيك وهتتجوزني، فبيطمنها إنه ما غيرش رأيه ولا حاجة، وبيأكد لها إنه محتاج يتكلم معاها في الموضوع ده الأول لأن ده أهم عنده دلوقتي من أي حاجة. وقتها بتحكي له إنها لما اتنقلت لمدرستها الجديدة ما عرفتش تكون أي صداقات، والكل كان بيكرهها ويتنمر عليها، ومع الوقت بدأت تكره المدرسة بكل اللي فيها، والفكرة السوداء دي بقت شاغلة كل تفكيرها. لكن رغم اللي سمعه تشارلي ما بيقتنعش وبيحس ان ده مش سبب كافي يخليها تاخد قرار مرعب زي ده. وبعد ما إيما حكيت له بيحاولوا يكملوا يومهم بشكل طبيعي، وبيروحوا سوا يقابلوا المصورة عشان يتفقوا معاها على كل تفاصيل التصوير في الفرح. بس وهي قاعدة معاهم بتفضل تشرح تصوير اللقطات اللي هتاخدها بالترتيب
وبتفضل تكرر كلمة شوت بمعنى تصور أكتر من مرة، وما تعرفش إن الكلمة دي بتدوس على وتر حساس في علاقتهم وبتفكر تشارلي بضرب النار. وفي نفس الوقت المصورة كانت ملاحظة إنهم متوترين وفي حاجة غلط، ومش منظر عريس وعروسة فرحانين إن فرحهم باقي عليه كام يوم، وبتاخدهم عشان يتدربوا على جلسة التصوير. وبيحاول تشارلي يبين إنه مبسوط وكل حاجة ماشية طبيعي، لكن الحقيقة إن العلاقة بينهم بقت متوترة ومش زي الأول. وبتطلب المصورة منهم يكونوا مرتاحين وعلى طبيعتهم، بس ده كان صعب جدا عليه لأنه بيتخيلها جنبه وهي ماسكة البندقية، وبيحس إنه لو تقبلها زي ما هي كأنه بيتقبل فكرة العنف وما بيبقاش مرتاح. والغريب إنه طول الوقت بقى يشوفها قدامه بصورتها القديمة، وبيدقق في كل تصرفاتها وكل رد فعل عنيف ليها لحد ما بيفتح معاها الموضوع مرة تانية. فبتحكي له إنها كانت على وشك تبدأ في تنفيذ خطتها، بس تاني يوم سمعت إن حصل هجوم مسلح على مول جنبهم وفي ناس فقدوا حياتهم فيه، وكان من ضمن الضحايا واحد من زمايلهم في الفصل. وساعتها وقفت ضد نفسها لأول مرة وبدأت تستوعب إن اللي كانت ناوية تعمله مش مجرد فكرة بسيطة، لكن كارثة حقيقية ممكن تدمر حياة ناس كتير. وفاقت لنفسها وفهمت إن مش معنى إنها بتمر بفترة صعبة يديها الحق إنها تأذي حد تاني، ومن سخرية القدر إن زمايلها اختاروها تبقى جزء من حملة ضد العنف وتكون المتحدثة الرسمية باسمهم. وكانت لأول مرة تحس إنها مقبولة وسطهم، وفي اللحظة دي قررت ترمي البندقية وتودع كل أفكارها السوداوية. ومن يومها وهي بتحارب العنف بكل قوتها. وبتوصف إيما شعورها لتشارلي وقد إيه اللحظة دي كانت فارقة في حياتها، وحست كأنها فاقت أخيرا من كابوس كان عايش جواها. ورغم كل اللي حكته إلا إنه بكل برود بيسألها إذا رجعت لها الأفكار مرة تانية وفكرت تأذي حد تاني، لكن بتأكد له إن ده ما حصلش، وبتطلب منه يقفلوا القصة دي نهائي، وبتعترف له إنها بتحبه ومش عايزاه يغير نظرته عنها. وساعتها بياخدها في حضنه وبيطمنها إن هو كمان بيحبها، بس الحقيقة بتبقى غير كده لأنه بدأ ما يتقبلش شخصيتها وبيشوفها إنها خدعته، وده بيحطه بالنارين، يا يقاوم الضغط النفسي اللي عايش فيه ويقبل يكمل مشواره معاها، يا ينهي العلاقة ما بينهم ويهد كل حاجة. وبنشوفه هو قاعد بيقرأ خطاب الفرح اللي مجهزه ليها، لكن مع كل سطر بيقراه إحساسه بيتغير، خصوصا إنه كان وصفها إنها شخصية متعاطفة وأطيب إنسانة قابلها في حياته، لحد ما بيوصل بيه إنه بيحذف خطابه كله وكل الكلام الجميل اللي كتبه عنها لأنه حس إنه اتخدع فيها. لكن أول ما بتظهر قدامه بيخبي اللي كان بيعمله وبيمثل عليها إنه كان قاعد بيكتب خطاب الفرح وإنه كل حاجة تمام، بس ما بتبقاش غبية وبتقدر تفهم إنه متغير معاها. وبالصدفة بتلمح المج بتاعه اللي عليه رسمة المسدس وبتلاقيه رميه في الزبالة، فبتستوعب إن كل دعمه ليها كان كذب في كذب، والحقيقة إنه مش قادر يتقبلها ولا يتخطى اللي سمعه عنها. وبعدها بتطلعه من المطبخ وفي إيديها أداة حادة، ووقتها بيترعب منها جدا، فبتوضح له إنها كانت بتحضر الغدا، وبتسأله أنت ليه بتبص لي كده وكأنك خايف مني، لكن بيقول لها إنها ردة فعل لا إرادية. وبيبقى تشارلي وصلت بيه إنه بقى يخاف من شريكة حياته ومتوقع أي حاجة منها، وبيبدأ يتكلم معاه بكل هدوء عشان يفهم لو حصل لها صدمة في طفولتها أثرت عليها بالشكل ده، وبيلمح لها من تحت لتحت إنها الأحسن تشوف دكتور نفسي، بس بتقوله أنا عارفة قصدك إيه كويس، وبتتجاهل تلميحاته دي وبتديله ميعاد عشان يكمل في إجراءات الجواز. وبعد يومين بتحس إيما إنهم بيبعدوا عن بعض والعلاقة بينهم متوترة، فبتقترح عليه تلعب معاه لعبة إنهم يتعرفوا على بعض من الأول. في البداية بيحاول يجاريها، لكن بيقول لها إن الطريقة دي مش تنفع وفكرة فاشلة، وبيأكد لها إنه نسي الموضوع وما بيفكرش فيه. وقتها بتسأله لو فعلا كلامه صح ليه رمى المج بتاعه في الزبالة، فبيكذب عليها إنه أكيد كان متكسر وإيه اللي هيرميه ليه، لكن بتواجهه إن المسألة أكبر من كده ومش قادر يتخطى اللي سمعه منها. وبيقطع خناقهم مكالمة ريتشل، ومن تاني يوم بيروح يقابلها هي ومايك وبيترجاهم يجوا الفرح، وبيقول لهم إنهم ما ينفعش ينسحبوا في اللحظة الأخيرة لأنهم المشرفين على كل حاجة. لكن ريتشل بتبقى رافضة تماما وبتقول المفروض أنت كمان تلغيه، إزاي تقدر تتجوز واحدة مجنونة زيها، بس بيوضح لها إن إيما ما عملتش أي حاجة على عكسهم، وبيفكرها إنها حبست ولد من ذوي القدرات الخاصة لوحده طول الليل وآخر واحدة المفروض تحاسبها. وبيقول لهم إن التفكير مش جريمة وإلا البلد كلها تبقى مجرمين دلوقتي وما ينفعش يحاسبوها على إنها مجرد بس فكرت، وبيصارحهم إنه اتصدم فيها زيه زيهم. لكن بعد ما شرحت له انها غيرت رايها ابتدى يفكر بشكل طبيعي، وبيحكي لهم انها مرت بصدمه في طفولتها وشافت جارتها بتفقد حياتها قدام عينيها، وطبيعي ده ياثر فيها. وفي الاخر ريتشل بتعرفه انها تقابل بنت عمها القاعده وهتاخد رايها، ولو قبلت انها تروح حفل فرحهم ساعتها هتيجي لانها ما تقدرش تتصرف اي تصرف يجرحها. ولما بيطلع من هناك بيقابل بنت عمها وبيقف قدامها وبيعرفها بنفسه، لكننا بنكتشف ان علاقتها مع ريتشل مش قويه للدرجه، ومش عارفه حتى اسمه ولا ريتشل كلمتها عنه قبل كده. ومع ذلك بيحاول يقنعها ان ايما شخصيه كويسه، فبتخاف منه وبتنهي كلامها معاه، والحقيقه ما بيكونش فاهم ايه اللي بيعمله ده، وبيحاول يقنع الناس فعلا ولا يقنع نفسه. وتاني يوم بيقعد مع ميشا زميلته في الشغل، ومره واحده بيسالها ايه اسوأ حاجه عملتيها في حياتك. في الاول بتحكي له انها كانت بتغش في المدرسه، لكن بيطلب منها سر اكبر، فبتعترف انها خانت حبيبها اللي كان كل ذنبه انه لطيف معاها،
وبعدها بيستغل الفرصة وبيسألها تعملي إيه لو عرفتي إن حبيبك كان مخطط يعمل هجوم مسلح على المدرسة بس تراجع في آخر لحظة؟ فبتقوله إنها تكلم الشرطة فورا. فبيحاول يقدم لها مبررات ويشرح لها إن الشخص ده اتغير والمفروض إنها تحبه، لكن بتأكد له إن طالما كان عنده النية فوارد جدا يكررها مرة تانية، وصعب تثق فيه لأنه خدعها وما عرفهاش حقيقته من البداية. فبيرجع يدافع عن الفكرة كلها وبيسألها حتى لو حكالك قصته وقالك إنه ندمان وأقنعك إنه حقيقي اتغير، وقتها بتقوله ده ريد فلاج واضح وضوح الشمس، وحتى لو بحبه هبلغ عنه لأنه مصدر خطر، وبتوصف الشخص ده بإنه سايكو ومضطرب عقليا. في اللحظة دي بيتعصب تشارلي جدا وبيمشي من هناك وهو متضايق، وبعدها ميشا بتروح له مكتبه عشان تطمن عليه، فبيعرفها إنه مضغوط بس من مسألة الفرح والتحضيرات، ومرة واحدة بيعيط قدامها وبينهار وبتقرب ناحيته وبتحاول تواسيه، لكن بيفهمها غلط وبيخون إيما معاها. بس فجأة بيرجع لوعيه في آخر لحظة وبيعتذر لها وبيطلب منها ما تجيبش سيرة لحد باللي حصل. وبيجي يوم الفرح وبيحس تشارلي إنه متوتر بسبب حضور ميشا هي وحبيبها، وريتشل هي كمان ومايك بيغيروا رأيهم وبيقرروا يشاركوا تشارلي فرحته، وكل حاجة بتبقى ماشية تمام لحد ما أبو إيما بيقول خطاب وبيحكي قصص مضحكة عن بنته في طفولتها، وبيجيب سيرة إنها انضمت لحملة ضد العنف والأسلحة، وبيكون فخور بيها جدا وبيوضح لهم إنه ضابط في الجيش، وكانت صدفة غريبة لما اختفت البندقية بتاعته في يوم وليلة، وكان فاهم إن إيما هي اللي رمتها عشان بتكره الأسلحة. وقتها ريتشل ما بتقدرش تمسك ضحكتها وبيتوتر تشارلي من سيرة الموضوع ده، وبيجي الدور على ريتشل إنها تقول خطابها هي كمان بصفتها الوصيفة، وبتحكي لهم إن تشارلي هو اللي عرفها عليها، واتفاجئت لما إيما طلبت منها تبقى الوصيفة بتاعتها، ففهمت إن ما عندهاش صحاب، وبتحرجها أكتر قدام الكل، وبتقول إن بعد ما اتعرفت عليها لقيتها شخصية غريبة ومعقدة وتستحق واحد منفتح زي تشارلي، وعشان كده لاقيين على بعض جدا. وفعلا بتنجح ريتشل توتر أجواء الفرح كله، وساعتها إيما بتنسحب من قدامهم وبتروح على الحمام، وهناك بتسمع ميشا وهي بتتكلم مع صاحبتها عن الهجوم المسلح، فبتترجم على طول ان ريتشل هي اللي نشرت السر ده، وبتتعصب جدا وبتاخد تشارلي الأوضة بعيد وبتحكي له اللي حصل، وبتخاف للموضوع يوصل لأهله وأهلها ويبوظ الفرح كله، وبتطلب منه يروح ويتكلم مع ميشا عشان يعرفوا مين اللي قال لها، لكن بيترجاها ما تكبرش الموضوع. وقتها بتسيبه وبتروح تناديها بنفسها، واول ما ميشا بتيجي وبتلاقيهم هما الاثنين واقفين قدامها بتفهم الموضوع غلط، وبتفتكر ان تشارلي حكى لها عن خيانته معاها، فبتعترف لها ان هو اللي قرب منها الاول وما حصلش بينهم اي حاجه تانية، وكان بيعيط وهي قربت منه عشان تواسيه. وفي اللحظه دي بتتصدم ايما فيه وبتطلب منها تكمل كلامها وتقول لها كان بيعيط ليه، فبيحاول يداري ويألف اي كذبه، لكن ميشا بتقول لها انه سالها لو حبيبها خطط لهجوم مسلح في المدرسه هتعمل ايه، وساعتها ايما بتفهم ان تشارلي هو اللي قال لها مش ريتشل، وبترفض تسمع اي عذر منه لانه من ناحيه خانها ومن ناحيه طلع سرها، ما دي خيانه تانية برضه. وبعدها بيرجعوا هما الاثنين على الفرح وبيحاولوا يتصرفوا بشكل طبيعي ويعدوا الليله قدام اهاليهم، وبيجي الدور على تشارلي انه يقول خطابه، فبيقرر يرتجل وهو سكران، وبيحكي لهم عن اول مره شافها فيها وانها كانت مقابله هاديه وبسيطه وكانها جوه فيلم، ووقتها اتحجج انه قرا الكتاب اللي بتقراه عشان يقرب منها، ولما ضحكت له وقع في حبها، وبيتكلم عن صوت ضحكتها على الرغم ان مايك حذره انه ما يجيبش سيره عنه في خطابه، وبيوصف لهم انها مميزه لكن في نفس الوقت مزعجه بس بيحبها بكل ما فيها، حتى انه بيتكلم عن علاقتهم الخاصه وبيحرجها قدام الكل. وفجاه بيبدا يصرخ على الموجودين وبيوضح لهم انها بريئه وما عملتش اي حاجه، وكتر خيره ما بيوضحش قصده ايه، وبعدها بيعتذر لها انه ما قصدش يخونها مع ميشا. في اللحظه دي الاجواء بتتوتر وحبيب ميشا بيتعصب حقه طبعا يعني. اما تشارلي فبيرجع يكمل كلامه مع ايما وبيأكد لها انها حب عمره ومش فارق معاه اي حاجه، حتى لو اذت حد قبل كده ومشاعره ناحيتها هتفضل زي ما هي ومش هتتغير. ومره واحده بيقوم حبيب ميشا وبيروح له وبيضربه قدام الكل، منطقي يعني، وبيبوظ الفرح كله. ومن بعد الفرح ايما بتختفي وما بيلاقيهاش في اي مكان، وبيفتكر كلامهم قبل كده وانها اتفقت معاه ان بعد يوم الفرح يروحوا ياكلوا في مطعمهم المفضل، فبيقرر يروح على هناك على امل ان يشوفها، ولو جت فيعتبروها اشاره انها موافقه تكمل حياتها معاه، وبيقعد في المطعم وبيستناها، وفعلا بتيجي هي كمان على هناك وبتتعامل معاه على انها اول مره تشوفه، ورغم انه قال عنها انها فكره سخيفه قبل كده الا انه بيوافق يتعرفوا على بعض